5400 جنيه. عارف ده رقم ايه؟ ده سعر التيشيرت الاهلي على الموقع الرسمي الاديداس. والاغرب سعر التيشيرت النهارده بيكلف تقريبا 5 اضعاف سعره من 5 سنين، من اقل من 1000 جنيه لاكتر من 5000 جنيه. طيب السؤال هنا، هل الانديه بتستغل حب الجماهير ولا الشركات العالميه هي اللي بتحدد اللعبه؟ مين فعلا بيكسب من كل تيشيرت بيتباع؟ في الفيديو ده هقول لك ليه تيشيرتات الكوره بقت بالارقام دي، مين المستفيد الحقيقي من كل قطعه بتتباع، وازاي بيتم استغلالنا من غير ما ناخد بالنا. اهلا بيك في زاكي يونيفرس، انا عبد الرحمن زكي. قبل ما نفهم سعر تيشيرت الكوره جه منين لازم نرجع للبدايه خالص. في اول ايام كره القدم في انجلترا ما كانش في حاجه اسمها زي موحد. اللعيبه كانت بتنزل الملعب كل واحد لابس اللي عنده، قميص عادي بقى، جاكيت، اي حاجه تفرقهم عن الفريق التاني. ومع ظهور القواعد المنظمه في القرن ال19 خصوصا قوانين شيفيلد، بدا يظهر مفهوم ان كل فريق يبقى ليه لون ثابت. وسرعان ما كل نادي بدا يميز نفسه بلون رسمي وشعار يمثل المدينه او المنطقه. الالوان ما بقتش مجرد تنظيم، لا دي بقت انتماء. واستمر الموضوع بالشكل ده تقريبا نص قرن. الاضافه الكبيره الوحيده كانت الارقام على ظهر التيشيرتات، وده عشان الجماهير تقدر تفرق بين اللاعبين. بس في السبعينات بقى التصميمات بدات تبقى اجرأ، والالوان بقت اقوى واوضح، مش بس احمر وازرق تقليديين، لا بدأنا نشوف ألوان مختلفة ومتميزة، زي اللون الوردي اللي اشتهر بيه نادي باليرمو واللي شفناه رجع تاني بقوة مع انتر ميامي. لكن رغم كل ده القميص لسه مجرد زي مباراة. التحول الحقيقي كان لسه جاي. في سنة 1973 حصلت حاجة غيرت كرة القدم للأبد. ظهر نادي ألماني محتاج فلوس فقرر يعمل خطوة محدش عملها قبل. نادي انتراخت برونشفاي قرر يحط شعار شركة على قميصه، شعار مش شعار النادي، لا إعلان. الراعي وقتها كانت شركة المشروبات الألمانية جيمستر. وفي مقابل الخطوة دي النادي حصل على 100,000 مارك ألماني. الرقم وقتها كان ضخم جدا، والأول مرة قميص كرة القدم اتحول لمساحة إعلانية، مش مجرد زي رياضة لكن أداة بيزنس. ومن اللحظة دي بدأ نوع جديد من ممارسة الأعمال في كرة القدم. لكن الغريب إن الفكرة وقتها كانت مكروهة جدا من جماهير وصحافة كتير. شافت إن الإعلانات بتشوه روح اللعبة، لدرجة إن بعض القنوات رفضت عرض المباريات اللي فيها قمصان عليها إعلانات. هيئة بس الBBC وقتها كانت رافضة إن الملعب يتحول لمساحة إعلانية، وده خلى أندية كتير تضطر تشيل شعارات الرعاة مؤقتا عشان المباريات تتذاع أصلا. لكن الموقف اتغير أول ما الفلوس دخلت المعادلة، لما القنوات التلفزيونية اكتشفت إن الإعلانات دي مش بس هتفيد الأندية، لا كمان هتزود قيمة البث وحقوق النقل وعوائد الإعلانات. ساعتها كل الأطراف بقى ليها نصيب من التورته. ومن هنا الإعلان ما بقاش حاجة مرفوضة، لا ده بقى جزء أساسي من كرة القدم الحديثة. ومع بداية التسعينات حصل الانفجار الحقيقي. صفقة البث التلفزيوني بقت بملايين، فلوس البث دخلت اللعبه بقوه، ومعاها اتغيرت نظره الانديه للقميص. القميص او التيشيرت ما بقاش بس زي بيتلبس في المباراه، لا بقى منتج بيتباع. ومن هنا انفجر سوق بيع التيشيرتات. الجماهير بقت تشتري القميص مش عشان تشجع في المدرج بس، لا عشان تلبسه حتى في حياتها اليوميه. التيشيرت بقى ينفع بره الملعب زي ما بينفع جواه، ينفع على الجينز في الشارع او في الجامعه. ومن اللحظه دي قميص كره القدم اتحول من زي رياضي لمنتج جماهيري عالمي. ومع الوقت بقى موضه وبيزنس ضخم، وظهرت صفقات الرعايه مع شركات عالميه زي نايكي واديداس وبوما وغيرها. والعقود دي بقت تدخل ملايين واحيانا مئات الملايين للانديه كل سنه، مش بس من بيع التذاكر ولا من البطولات لكن من التيشيرت. بس الفلوس دي لازم تيجي من مكان، ايوه بالظبط الجماهير. ده خلى بعض الانديه والعلامات التجاريه تقدر ترفع السعر على قد ما تقدر، وما عادش يبقى قيمه مقابل السعر. صح، الحقيقه ان تيشيرت كره القدم النهارده بقى تقريبا بيكلف حوالي 10 اضعاف سعره من 15 سنه بس في سبب واضح لده، وهو التضخم. من 2011 لحد دلوقتي معدل التضخم في مصر وصل تقريبا لحوالي 900%. الفلوس اللي كانت تقدر تجيب تيشيرت سنه 2011 محتاج النهارده اضعافها عشان تشتري نفس المنتج. تقريبا 275 جنيه زمان تساوي تقريبا 2750 جنيه النهارده. وتخيل كل الارقام دي واحنا لسه بنتكلم عن نسخه الجماهير بس. فلحقتك قبل ما تقول لي انت قلت في اول الحلقه ان التيشيرت الاهلي ب 5000 ونص في اديداس، فهقول لك ان دي النسخه الاصليه. خلينا اشرح. التيشيرتات نوعين. اول نوع وهو نسخه الجماهير، وده التيشيرت المخصص للمشجعين، وده بيختلف عن التيشيرت العادي بانه خامه اتقل شويه مريحه للاستخدام اليومي، والشعار متخيط وسعره اقل من النسخه. ده غالبا النوع اللي الناس بتشتريه. اما النوع الثاني وهو نسخه اللاعبين، وده نفس التيشيرت اللي اللعيبه بتلبسه في الملعب، قماش اخف جدا وتقنيات تهويه اعلى. الشعارات
الشعارات بتبقى ملزوقه حراريا لتقليل الوزن وانتاج اقل وسعر اعلى، وده اللي بيخلي سعره ممكن يبقى ضعف نسخه الجماهير. في نوع ثالث منتشر جدا وبالذات في مصر، وهي النسخ غير الرسميه زي اللي عند مارادونا في شارع النادي. والفتره طويله النسخه الوحيده اللي كانت متاحه للجمهور هي نسخه الجماهير. نسخه اللاعبين الاصليه كانت حكر على اللعيبه بس، مش بتتباع، مش معمول حساب ان الجمهور يلبسها اصلا. لكن مع الوقت مشجعين اكتر واكتر بداوا يسالوا ليه ما نلبسش نفس التيشيرت اللي اللعيبه بتلبسه. الجمهور حب يعيش التجربه كامله، نفس القماش ونفس الاحساس ونفس الملعب. ومن هنا الانديه والشركات فهمت حاجه مهمه جدا، ان في طلب جديد ظهر في السوق، فبدات تطرح نسخ اللاعبين الاصليه للبيع في الاسواق لاول مره. وده كان السبب الثاني لارتفاع الاسعار، وهو طلب المتزايد. ببساطه التيشيرتات غاليه مش بس عشان تكلفتها زادت، لا عشان احنا مستعدين ندفع فيها. فالناس بتحب الكوره ومش هتبطل تحب الكوره. لكن نقطه التحول العالميه في سوق التيشيرتات كان في كاس العالم 2018. العالم شهد زياده مرعبه في الطلب على التيشيرتات الاصليه، ومن وقتها السهم طلع وما نزلش تاني، وبقت القمصان الرياضيه مش مجرد اداه لبس للكوره، لا دي بقت لايف ستايل واستثمار. بس هل ده معناه ان الانديه بتكسب هوامش ربح مجنونه، او ان الجماهير بتدفع اكتر بكتير من قيمه المنتج؟ خلينا نحاول نجاوب على السؤال ده بالارقام ونقدم مثال عملي. هنحلل مثال حقيقي، تيشيرت منتخب مصر اللي رحنا بيه كاس العالم 2018. بس في الاول لازم اوضح حاجه مهمه. الارقام الحقيقيه لصناعه التيشيرتات سريه جدا، والشركات مش بتعلن. حاولت اتواصل مع اديداس لكن محدش رد عليا. فالمهم الارقام اللي هنستخدمها هنا مبنيه على تقديرات خبير التسويق الرياضي بيتر رولمان، وهي من اقرب التحليلات المتاحه للصناعه دي. فدلوقتي كان بيكلف صنع تيشيرت كاس العالم؟ اديداس بتدفع حوالي 8 يورو لصنع الطقم كامل ونقله من المصنع للمستودع. بس يعني ايه ده؟ تكاليف التصنيع في المصنع اللي هي 8 يورو دي بتمثل الخطوه الاولى بس من رحله المنتج النهائي. بعد التصنيع والتخزين بتظهر تكاليف اضافيه، وهي تكاليف النقل. يعني مثلا هنا شركه اديداس لازم تدفع تكاليف النقل من اسيا للبلد اللي رايح له المنتج، وهنا تظهر تكاليف اضافيه عشان الشحن والحاويات اللي شايله المنتج ممكن تتعرض للضرر والغرق ومخاطر عموما. فهنا بتظهر تكاليف تامين لتغطيه اي ظرف غير متوقع. وعلى غير المتوقع بتظهر تكاليف جديده، وهي تكاليف الجمارك. الشحنه وصلت البلد بالسلامه، جمارك بقى. فدلوقتي التكلفه الكليه بقت تصنيع وشحن وتامين وجمارك، كله كده بقى 8.5 يورو، يا عم قول 9 يورو، يعني يعمل حوالي 500 جنيه. اديداس ما زودتهاش كتير، زودت صفر. بتبيع التيشيرت ب 5000. زمانك دلوقتي بتقول يا ولاد الكلب جزباله جزباله يا امريكان. بس خلينا اكمل شرح. باقي التكاليف بقى ما خلصتش هنا، لانك لما تيجي تشتري تيشيرت بقى مش بتشتريه من شركه اديداس نفسها، لا انت بتشتريه من تاجر، ونص التكاليف فعليا بتروح للتاجر وبتتوزع بقى ما بين ايجار محل ومرتب وموظفين وتسويق. اما باقي ال 5000 ففي 20% ضرايب، 3% تسويق ما بين تصوير وفيديوز وغيره، وعلى كل ده ففي تكاليف توزيع ومبيعات. والاتحاد المصري برضه عاوز نصيبه، ففي حوالي 6% لاتحاد الكوره. فلما تخصم كل ده هتبقى لاديداس حوالي 17 يورو تيشيرت الواحد، وده لسه هامش ربح كبير. فما تستغربش اننا كجمهور بنصرف على تيشيرت الكوره اكتر من اللي بتصرفه على تيشيرت عادي او قميص حتى. مش بس النسخه الجديده، لا دلوقتي النسخ القديمه سعرها اغلى مما كانت عليه من 20 سنه، وطالعه ترند الفتره دي. كل ما التيشيرت يقدم يغلى، وكل ما يبقى نادر اكتر يغلى. وبس في النهايه تيشيرت الكوره مش مجرد قطعه قماش، هو قصه بدات من زي بسيط بيميز اللاعبين وانتهت بصناعه بمليارات. الانديه تكسب والشركات تكسب والقنوات تكسب، وفي النص احنا اللي بنحافظ على استمراريه اللعبه. لان الحقيقه البسيطه هي اننا مش بنشتري المنتج، احيانا احنا المنتج نفسه. بس كده، كان معكم عبد الرحمن زي. سلام.